السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الفراخ اللي بنجيبها من المحلات، اللي هي فراخ المكنة، بس هنعملها في الفرن إن شاء الله. توكلنا على الله. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، دي بصلة كبيرة مقطعة شرايح. طبعا احنا بنتبلها بالليل وبنعملها تاني يوم بقى. معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كزبرة بودر، كل البهارات بودرة. هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. خلطة حلوة جدا. معلقة مش مليانة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة مش مليانة فلفل اسود، ديت نص معلقة كركم صغيرة. هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي، وهنحط لها مية وليمون وحاجات تانية بقى غير البهارات، بتطلع حلوة وتحفة. ربع معلقة حبهان بودرة، الحبهان البودرة لو مش عندك مش مهم. معلقة مش مليانة كاري، ومعلقة مليانة بهارات فراخ، معلقة صغيرة. ديت معلقة كبيرة هريسة فلفل حار، وديت نص معلقة كبيرة خل بلسمك. خل البلسمك ده لو مش موجود حطي خل عادي او خل تفاح، لان الخل ده بيخلي الفراخ تستوي بسرعة معايا، وفي نفس الوقت مبقاش فيها زفارة. يعني مع ان انا اصلا ببقى غسلاها بخل ودقيق وليمون. حطيت 2 حبة فلفل حار، ومعاهم فص ثوم مقسوم مش مدقوق، مش مفروم، مقسوم، وطماطميتين متقطعين شرايح، وليمونتين متقطعين شرايح، كله متقطع شرايح. لحد دلوقتي لتر ونص ميه على الحاجات دي. انا بعمل كده مش بفعص الحاجه، يعني مش بهرسها، بقلب بس ايه، علشان الحاجه تبقى سليمه. الحاجه دي كلها بقى من الفرخه بتبات فيها ما شاء الله، بتنزل ميتها وبتبقى حلوه جدا وتحفه، بتبقى شاربه الفرخه منها. دي فرخه 2 كيلو. ده تاني يوم انا شلتها خلاص من الخلطه، الحاجه طبعا كلها دبلت معايا ونزلت ميتها، ما بحطش اي حاجه تاني خلاص. صدقوني فراخ تحفه والله بجد، يعني جربوها كده وانتوا هتحكموا بنفسكم. دلوقتي انا بحطها هنا في الورق وهلفها، واحط عليها جزء من الخضار اللي انا حاطاه في الخلطه، البصل والفلفل والطماطم. بس براعي ان انا ما انزلش معاها ليمون، شلت جزء من الليمونه اللي وقعت فيها، يعني جت فيها فانا شلتها. بلفها، قعدت معايا ساعه ونص في الفرن. بعد كده نفتح الورق عليها، بنفتحها منه ونحطها بقى تحمريها براحتك، تبقى حلوه جدا ودايبه دايبه عشان بايته في التتبيله. انا عملت معاها دلوقتي، انا بشيل الحاجه اللي انا كنت حطاها عليها، شايفين شكلها لسه هتتحمر. دي هي نفس الفراخ اللي بتبقى في المكنه في المحلات، تحفه جدا على فكره. وان شاء الله دلوقتي انا عملت معاها رز بجزر، وعملت سلطه بابا غنوج وسلطه خضراء، وتبقى حلوه جدا وتحفه، وممكن تعمليها لو عامله عزومه. وان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.